البوليس خرجوا بتفاصيل جديده وعرفوا شكون هو دابا مول الفعله اللي صفاها لتشارلي كيرك. مباشره من بعد الحديث بدات اكبر عمليه مطارده في ولايه يوتا باش يشدوا الشخص اللي دارها، والبارح البوليس خرجوا بالصوره ديال المشتبه به الرئيسي. هاد الصوره هي اللي كتشوفوا دابا. حسب السلطات الفاعل كيبان شاب في العمر ديال طلبه الجامعه، وكان كيحاول يخبي وجهه بكاسكيطه ونضادر كحلين. الحاجه اللي غريبه هي التوني اللي كان لابس فيه الرايه ديال الميريكان ومكتوبه فيه ارض الاحرار ومواطن الشجعان، يعني شعار وطني بزاف. ولكن علاش دار هادشي؟ شنو هو الدافع ديالو؟ التحقيقات الاوليه كتبين ان الدافع كان سياسي، حيت لقاو القرطاس اللي استعمل منقوشين فيه شعارات عندها علاقه بدعم اصحاب الالوان، وحتى الشعار ديال واحد المجموعه اللي كيشوفوا ان اي واحد عنده افكار يمينيه محافظه بحال تشارلي كيرك راه كتعتبر ما صالحش للمجتمع، والطريقه الوحيده باش توقفوا هي تصفيها ليه. هادشي كيعني ان الفاعل ماشي شي واحد عادي، ولكن عنده قناعات وافكار بغى يوصلها بهذه الطريقه، والخطه ديالو كانت مدروسه مزيان بالحرف. مع 11:52 ديال الصباح بان المشتبه به في الجامعه، ما دخلش مع الناس، مشى نيشان وتسلق السطح ديال واحد البنايه مقابله مع البلاصه اللي غادي يهضر فيها تشارلي كيرك. بان بحال شي واحد محترف عنده رؤيه واضحه ومكشوفه على الهدف ديالو. مع 12:15 دقيقه وصل تشارلي كيرك وبدا كيلوح الكاسكيطات على الجمهور ديالو اللي كان كيستناه، ومع 12:20 دقيقه طلق طلقه وحده، وكيف شفتوا في الفيديو جاتو عبار نيشان. وفي وسط ديك البلاصه الفاعل استغل الفرصه وهرب. الكاميرا تشداتو وهو كيهرب من فوق السطح، نقز من بنايه وهرب لواحد الحي سكني قريب، ومن تما دخل لواحد الغابه. في ديك الغابه رمى السلاح اللي استخدم للبوليس لقوها من بعد، والغريب هو السلاح اللي استعمل ماشي شي حاجه متطوره، كان سنايبر ديال الصيد قديمه من النوع اللي كيستعملوه الناس في الصيد ديال الغزلان. الخبراء قالوا ان هادشي كيبين ان الفاعل ما استعملش تكنولوجيا معقده، ولكن كان كيعرف شنو كيدير. وغير دابا بشويه في الوقيته اللي كنسجل فيها الفيديو، دونالد ترامب اعلن على القناه ديال فوكس نيوز انه تم القبض عليه، والغريب قال باللي شي حد مقرب ليه قنعوه باش يسلم راسه للسلطات، وهو حاليا في التحقيق. وباش عرفوا كنقبل علنوا على اي واحد شافه اولا بلغ به عنده $100,000 اللي هي 100 مليون مغربيه كمكافاه. وهذه هي اخر مستجدات.